عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الأعزاء، إن شاء الله تكونون بخير وبصحة وسلامة. شركة نوبيا تطلق النسخة الجديدة النوبيا Z50، أعتبره أفضل وأحسن وأقوى جهاز مقارنة بالسعر مالته. حاليا الجهاز أطلق بشكل رسمي في الصين. خلينا نتعرف على المواصفات والسعر. خليكم المقطع إن شاء الله راح تستفادون. أول شيء نتكلم من ناحية التصميم، فالجهاز راح يكون سماكة 8.46 ملم، وأيضا نسخة الجلد راح تكون بسماكة 8.71 ملم ووزن 197 جرام. أما نسخة الجلد راح تكون 199 جرام. فالجهاز مثل ما ذكرنا راح يجي بنسخة جلد ونسخة زجاجية حسب النسخة المطلوبة. أما إذا تكلمنا عن الشاشة، فالشاشة أموليد حجم 667 إنش ودقتها فول اتش دي بلس، والمعدل التحديث 144 هرتز. كذلك تدعم الدي سي اي بي 3 100%، وعمق الألوان 10 بت، وسطوع يصل ل 1000 شمعة، والبصمة في الشاشة. فالشاشة تعتبر ممتازة من كل النواحي. بالإضافة إلى ذلك الجهاز راح يجيب أقوى معالج حاليا سناب دراجون 8 جن 2 بدقة تصنيع 4 نانومتر مع معالج رسوميات أدرينو 740، والنظام هو الأندرويد 13 وواجهة الماي او اس 13 الأحدث. كذلك إذا تكلمنا عن الرام والذاكرة، فالجهاز راح يجيب ذاكرة من 8 أو 12 أو 16 جيجا بايت من نوع ال LPDDR5X. الذاكرة راح تكون من نوع UFS 4.0، وساعتها راح تكون تبدأ من 128 أو 256 أو 512 لحد 1 تيرا بايت. وراح يكون الجهاز مزود بمنظومة تبريد VC بمساحة إجمالية تبلغ 36462 ملم مربع، فتعتبر عملاقة جدا كغرفة تبريد. ومن ناحية الرامات والذاكرة فسووا شغل جدا ممتاز في الشركة، ويعتبر من ناحية المعالج والنظام والتبريد خط أول. أما إذا تكلمنا عن الكاميرات، فالجهاز راح يجيب كاميرا خلفية ثلاثية العدسة. الرئيسية راح تكون بدقة 64 ميجا بكسل مع فلاشة LED، فتحتها 1.6 راح تدخل إضاءة أكثر بسبب فتحتها هذه، فراح تعتبر كاميرا ممتازة من نوع IMX 787، يعتبر متحسس ممتاز من شركة سوني. أما عن الكاميرا الثانية فراح تكون زاوية واسعة 116 درجة بدقة 50 ميجا بكسل، والجهاز راح يدعم تصوير مقاطع 8K، في حين أن الكاميرا الأمامية راح تكون بدقة 16 ميجا بكسل فتحتها 2.45. كذلك البطارية راح تكون بحجم 5000 ملي أمبير مع شحن سريع بقدرة 80 واط. والجهاز راح يدعم السماعات ستيريو سبيكر والبلوتوث 5.2، كذلك الواي فاي 6 الأحدث. بالإضافة إلى ذلك الجهاز راح يبدي سعره لأقل نسخة من $430، ويصعد لأعلى نسخة اللي هي نسخة 16 مع 1 تيرا بايت بسعر $860. تتخيل ب $430 تاخذ كل هاي المواصفات؟ اعطونا رأيكم بهذا الجهاز، هل يستحق القيمة مقابل سعره ومو يستحق؟ 100% يستحق. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. نلتقي فيديو قادم.